ما بين الشروق والغروب تبدو ساعات النهار واضحة تكشف عما يجري بها من أحداث ووقائع، ولكن بين شروق جمال حمزة نجم الزمالك ومعشوق الجماهير البيضاء وغروبه وابتعاده عن الأضواء هناك العديد والعديد من الأسرار والحكايات لا يعلمها أحد. نجم الزمالك وفتاه المدلل لم يعد يصول أو يجول، يهز الشباك وينتزع الأهات، بل يجلس ويتدرب وحده مع فريق الجونة الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وينتظر كلمة النهاية في مشواره الكروي أو تحديد وجهته المقبلة. بالطبع لم يكن رحيل جمال حمزة من الزمالك طبيعيا، ولم يكن توقيعه للأهلي ورحيله منه فجأة طبيعيا أيضا، وما يتعرض له حاليا في الجونة أبعد ما يكون عن قواعد وأنظمة الاحتراف الحقيقي، فلا يتحمل الغرامات ولا يشارك في التدريبات ولا يتركه البعض كي يبحث عن فرصة أخرى في الملاعب والاستادات. أسرار الفتى المدلل ظلت حبيسة ذاكرته طوال الفترة الماضية، وإذا أجبرته الظروف على الإفراج عن جزء منها فهو لم يفرج إلا عن القليل، وتبقى علامات الاستفهام والتعجب حائرة عند الحديث عنه وعن مسيرته، ولن تجد الإجابات إلا لديه. معدي ولسه معدي ابو العلا وبرجله اليمين عملها بالعرض وخطره جوه الجون. الله 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 يا جمال يا حمزه. من دلوقتي انا هكسب وقتي ولازم ابدا افوق. ايوه كفايه ابص ورايا ولازم ابص لفوق. هتحدى نفسي وهنسى يأسي وكل جراحي كمان. ده من النهارده هقوي قلبي وعقلي